السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة. أثار أنخيل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان غضب جماهير فريقه السابق ريال مدريد بعد الهزيمة في الكلاسيكو أمام برشلونة بثلاثية نظيفة. ولعب دي ماريا في صفوف ريال مدريد لمدة 4 مواسم وحقق مع الفريق لقب دوري أبطال أوروبا، لكنه رحل في عام 2014 إلى مانشستر يونايتد بسبب رفض فلورنتينو بيريز تلبية مطالبه المالية. وقام دي ماريا يوم أمس بالإعجاب ب4 صور للاعبي برشلونة أثناء احتفالهم بالفوز في الكلاسيكو على ريال مدريد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. وترى فئة كبيرة من الجماهير أن دي ماريا يريد الشماتة بالفريق بسبب عدم تقديره كما يجب وتفضيل عليه الكولومبي خاميس رودريغيز قبل 3 أعوام. فيما أوضحت صحيفة ماركا الإسبانية أن ما قام به دي ماريا مؤشر على إمكانية انتقاله إلى برشلونة في الفترة القادمة بعد أن كان قريبا من ذلك في الصيف الماضي. ونذهب إلى إسبانيا، حيث يجهز ريال مدريد الإسباني خطة جديدة لسوق الانتقالات الشتوية بالوقت الحالي بعدما حصل للفريق في الكلاسيكو ضد الغريم برشلونة والذي تفوق ب3 أهداف دون رد أمس السبت. صحيفة ماركا الإسبانية وضحت في تقاريرها بأن الرئيس فلورنتينو بيريز والمدير العام خوسيه أنخيل سانشيز قرروا منذ الشهر الماضي بأن كأس العالم للأندية والكلاسيكو هما من سيحددا مسار ريال مدريد في سوق الانتقالات. وأتت النتائج بما لا تشتهيه سفن المسؤولين في ريال مدريد، مما سيدفعهم للدخول بقوة في سوق الانتقالات للتعاقد مع 3 لاعبين جدد: حارس مرمى وقلب دفاع ومهاجم. ويشعر فلورنتينو بيريز بأن سوق الانتقالات الصيفية لم يعمل بشكل جيد كما توقع زين الدين زيدان، والدليل أن المدرب استبعد داني سيبايوس وخيسوس فايخو وبورخا مايورال وماركو سوريونيتي عن قائمة الفريق في الكلاسيكو، وهم من عززوا صفوف الفريق في الصيف. ولم تحدد الصحيفة الأسماء التي ينوي ريال مدريد استقطابها كرد على هزيمة برشلونة بثلاثية نظيفة، لكنها توقعت أن يكون كيبا حارس مرمى أتلتيكو بيلباو إحداها. ونذهب إلى إنجلترا، حيث فتح غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الباب أمام سيرجيو أغويرو مهاجم الفريق للرحيل عن مانشستر سيتي بعد تسجيل هدفين في شباك بورنموث أمس في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز. أغويرو لفت أنظار وسائل الإعلام مظهرا غضبه من قرار بيب عبر رمي قفازي على أرض الملعب بعد استبداله في مواجهة توتنهام الأسبوع الماضي، وهو ما دفع غوارديولا الإشادة به أمس بعد تسجيل هدفين، لكنه لم يغلق الباب أمام رحيله. وقال غوارديولا في تصريح صحفي: أنا كنت لاعبا وأفهم شعور اللاعبين حينما يتم استبدالهم، أنا أفهم ذلك وأحترم أغويرو على ما فعله في الماضي وما سيفعله بالمستقبل، إنه أسطورة. وأضاف موضحا بأن رحيل اللاعب عن صفوف مانشستر سيتي ليس أمرا مستبعدا إن أراد ذلك. أغويرو هو من سيقرر كل شيء حول حياته ومستقبله، وأنا حديثه بالقول: أنا سعيد جدا لتواجد أغويرو في مانشستر سيتي، القصة أنني أشعر باستحقاق العديد من اللاعبين لنيل فرصتهم باللعب، هدفي هو أن أجعل الفريق يحقق الانتصارات كما أن خيسوس يستحق أن يتواجد في الملعب. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتشجيعنا لنشر المزيد من الفيديوهات إن شاء الله.